السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معنا الماسورة دي مش هينفع نسيبها كده، الشكل العام مش هيبقى كويس في الحمام. تمام، فهي عايزين نقفلوها سيراميك. عشان تتقفل سيراميك لازم تبني لها شوية طوب زي كده. تمام، برضه لازم تدي شوية ماء للحيطان كده كده، وبعد كده تبدأ ان انت تقفلها بالخلطة والطوب. طبعا هنا همشي على وش الماسورة كده. ليه؟ عشان في قاعدة بلد هتركب هنا، فلو انا بني طوبة من هنا وبني طوبة من هنا مش هتعمل القاعدة دي، مش هينفع هي تركب. فهبني الناحية دي بس، والناحية دي هبني لها نص طوبة جنب الماسورة تبقى هي مستوى الماسورة. أهم حاجة تكون ضخ مكان الشغل كويس. تمام، هندوها نص طوبة كده فوق زي ما يكون. ده تبقى مستوى الماسورة كده. وبرضه لازم الدونة تجيب شوية لتحت، عشان ما ينفعش تبني على الرف على طول، عشان ما يحصلش خلل بعد كده وتوقع. فكده أحسن. احنا هنبنيها 3 طوبات على أساس تنشف شوية، بعد كده هنكملها. طبعا لازم تظبطها كويس في البنية عشان ما تتعبكش في الشغل. لازم تدي شوية مونة برضه كده عشان تساعد معاك في التركيب. برضه لازم تبني له شوية حصون من جوا وتحط عليهم مونة عشان ما يبقاش ورا الماسورة فاضي. كده هتبقى زي الحديد ان شاء الله، وفي نفس الوقت هيبقى شكلها زي كأن عمود طالع، محدش هيعرف ان هي الماسورة اصلا.